أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن بيراميدز أعاد فتح مفاوضاته مع عبد القادر في ظل عدم توصل اللاعب لاتفاق مع إدارة الأهلي بشأن تجديد عقده. وأشار أحمد حسن أن استمرار الخلاف حول بعض بنود التجديد بين عبد القادر والأهلي يزيد من احتمالية انتقاله لبيراميدز الذي يسعى لتعزيز صفوفه استعدادا للمنافسات القادمة، خصوصا بعد خسارة بعض اللاعبين المهمين في الفترة الأخيرة. أكد مصدر من داخل الأهلي أن مفاوضات التجديد مع المالي أليو ديانج دخلت منعطفا حاسما بعدما اصطدمت بعقبة مالية واضحة. قدم الأهلي عرضا لتجديد عقد اللاعب بقيمة $1,300,000 في الموسم الواحد، بينما يصر ديانج على رفع المقابل إلى $1,800,000 ليصبح فارق $500,000 هو العقدة الأساسية التي تؤجل التوقيع حتى الآن. وأشار المصدر إلى أن ديانج يتعامل بهدوء مع الموقف في ظل تلقيه عدة عروض خارجية قوية أبرزها من أندية صينية إلى جانب اهتمام جاد من الوكر القطري. أكد مصدر من النادي الأهلي أن أشرف داري يعاني من كدمة قوية في الكاحل تعرض لها خلال مشاركته في مباراة المصرية للاتصالات، الأمر الذي استدعى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي. وفتح مسؤولي الأهلي قنوات اتصال مع عدد من وكلاء اللاعبين لمتابعة إمكانية تسويق أشرف داري وجلب عروض رسمية تمهيدا لحسم مصيره في أقرب وقت. وتدرس إدارة الأهلي عدة سيناريوهات للتعامل مع ملف اللاعبين خلال شهر يناير يأتي في مقدمتها بيعه بشكل نهائي. أكد مصدر من النادي الأهلي أن عمر كمال لا يزال جزءا من حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب يسترب، وقد يستمر مع الفريق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف. وأكد أن أي قرار نهائي بشأن مستقبله سيكون بعد تقييم الإدارة والمدرب للوضع الفني للفريق ومراعاة مصلحة اللاعب والنادي معا. كما أشار المصدر إلى أن عمر كمال ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بعدة أندية محلية أبرزها نادي سيراميكا كليوباترا الذي يسعى لضم اللاعب لتعزيز خط وسطه في المرحلة المقبلة. وأضاف أن موقف اللاعب النهائي سيتحدد خلال الأيام المقبلة بعد حسم إدارة الأهلي واللاعب لموقفه حول الرحيل أو البقاء. تقارير صحفية تؤكد اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب إينو لومبا لاعب خط وسط منتخب الكونغو والمحترف في صفوف نادي كولومبو الكاميروني، وستتوقعات بمنافسة قوية مع نادي بيراميدز لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة. وذكرت صحيفة أفريقية أن إينو لومبا بات محط أنظار عدد من الأندية الكبرى في القارة في مقدمتها الأهلي وبيراميدز إلى جانب الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري. ويبلغ إينو من العمر 21 عاما ويتميز بقدرته على اللعب في مركز صانع الألعاب والمهاجم الوهمي، وشارك مع فريقه الكاميروني في 4 مباريات بدوري أبطال أفريقيا سجل خلالها هدفا واحدا قبل خروج فريقه من الدور التمهيدي الثاني على يد اتحاد العاصمة أحد الأندية الساعية لضمه. أعلن النادي بيراميدز اليوم عن إتمام التعاقد رسميا مع الدولي الفلسطيني حامد حمدان لاعب خط الوسط قادما من صفوف نادي بتروجيت في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة. اقترب النادي الأهلي من حسم صفقة المدافع عمرو الجزار لاعب البنك الأهلي بعد المتابعة الدقيقة لمستواه خلال الفترة الماضية في ظل الأداء القوي الذي قدمه مع فريقه وظهوره بثبات لافت في المباريات الأخيرة، ما يجعله يدخل دائرة اهتمامات الأهلي لتدعيم الخط الخلفي. ولد عمرو الجزار في 20 سبتمبر 1999 ويبلغ من العمر 26 عاما، وهو في سن يمنحه مزيجا مهما من الخبرة والطموح. وتقدر القيمة التسويقية للاعب بنحو 150,000 يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت. كشف مصدر داخل الأهلي أن عقد بلولو ينتهي مع ناديه الحالي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يعني أن النادي البولندي لن يرفع مطالبه المالية عن $600,000 سنويا، إلا أن اللاعب ووكيله طلبوا $1,800,000 سنويا، وهو ما دفع الأهلي إلى إغلاق الملف نهائيا. وأكد المصدر أن يسترب المدير الفني للأهلي كان يضع بلولو ضمن أولوياته لتدعيم الخط الأمامي، لكن الفارق الكبير بين المبلغ المطلوب والمقترح من النادي جعل التفاوض مستحيلا في الوقت الحالي. وأضاف المصدر أن الأهلي قدم عرضا معدلا بقيمة $1,300,000 سنويا على أمل التوصل لاتفاق، لكن لم يتم الرد بالموافقة حتى الآن، ما أدى إلى إيقاف المفاوضات بشكل كامل. كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي حقيقة ما أثير بشأن تراجع نادي الرجاء المغربي عن بيع لاعبه يوسف بالعمري، مؤكدا أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن لا يمت للواقع بصلة، وأن الصفقة ما زالت قائمة وبقوة وتسير في مسارها الطبيعي دون أي أزمات. وأوضح المصدر أن الأهلي أنهى اتفاقه الكامل مع إدارة الرجاء المغربي، كما توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب نفسه على جميع التفاصيل التعاقدية سواء المالية أو الفنية. وشدد المصدر على أن بالعمري وافق رسميا على عرض الأهلي وتم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالتعاقد، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة أصبح مسألة وقت مش أكتر. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.